أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 24 من دروس بيان موطأ الإمام مالك. لا يزال حديثنا وشرحنا لهذا الديوان من دواوين الإسلام، وهو موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. زرما يتمثل سي الحديث 59 من الحديث 62 أحاديث تتحدث عن فضائل الوضوء. نكمل هسه كما يرضى ربي سبحانه. نبذو مع الحديث رقم 63. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب. يجوز باش ينض بن المسيب، أما كان يجوز ينض بن المسيب، ولكن تيجيك صحان أكثر. سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. هذا الحديث المعنى الإجمالي ماذا يفيد؟ يفيد ما يلي: يتعين الاستنجاء للنساء والاستجمار للرجال، وكلاهما مطلوب منهما الاستبراء، استفراغ السبيلين من الخبثين. شو المعنى؟ طبعا الذي درس سيدي خليل أشرنا إلى فصل، يعني شرحنا فصل آداب قضاء الحاجة والاستنجاء. طبعا في تكامل بين الحلقتين، حلقة الموطأ وفي المسجد العتيق، وحلقة سيدي خليل بالمسجد مسجد الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري. أمة الإسلام، الأمة قلنا غير فضل ربي سبحانه برمي الأمور سيتي فضل الطهارة تزدي، الطهارة تزدي، والند بلي الطهارة ذنسث إذ مفتاح الصلاة. العبد الزمير ديال الظل بلا الوضوء. الآن رنا في المسجد تطهرنا توضأنا صلينا، ونواقض الوضوء تشرح بالتفصيل في حلقة من الحلقات نتاع سيدي خليل، وهي تفاصيل تضاف إلى ما شرح في الموطأ. أرجاز يجوز باش يستنجي بالماء، الطهارة المائية سوامان، وفيه تفاصيل فقهية دقيقة. يقول مالك شم ذروح الخلاء باش هذه زيز ديمانيس، يعني هذه تيرى من تسع وديستنجي الى اخره. غادي يروح مثورا لانت لي تواليت لا الفيسيوات اكرمكم الله الى اخره. هناك اداب باختصار. الانسان مي يروح هذيك الشمال ديني بسم الله، ماشي داخل قبل هذيك الشم ديني بسم الله، من بعد أديني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذيك الشم ربيت الراحة إلى قد ديني الدعاء أسيديني ماشا اللي تدينا الصوت يديني، ولو كان تقوليس بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذا شوث تتعوذ من الله عز وجل باش كيعاون يسبع ربي في الله. الخبث معناهم ذكران الشياطين، مفردها خبيث، باش تضرنا راه شواطن الذكور. الخبائث مفرد الخبائث خبيثة، المقصود إناث الشياطين، باش من الإناث من الشواطن وكتضرون تاعنا. وقيل الدعاء تشمل أدفغض باش ردينا غفرانك. ومثل نضاس الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ونبغى ندير الزرا شويه سوى النعمه يروح هذه ولي وقال هلكنا الزرن هذه الزرا شويه خاطر كاين في سنه القيمه الزمرث سوى مي ولا موضين اموضين سوبوشيض سيت يوثن ادي سوفو داين الزران وعر الحال وري زمير هذه يروح ذي نفقين وري زمير هذه يسافر وري زمير يعني مسكين يكونداني يقيم يتراجع الموت ماذا المؤمن ذا المؤمن الذي يصبر يسعى الاجر النبي عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ما ليس على الايمان هذه الصبر ما ولاش الايمان هذه يقبر صافي ما تفضلك اني سيبيت الراحه تحمد ربي احمد ربي يوث النعمه علايث غلايث مليح ماشي شويط المطلوب يقول مالك الشمردين إلاق يستبرئ الاستبراء ووجوب نص الفقهاء على وجوب الاستبراء معنى استفراغ السبيلين كم استفراغ من كل شيء أي غريون مريكش سمكني لقد يرتاح ولا شف كاد ملاحظة دعوة ثورة ما يروح يكشم اللي بيت الراحة تيكون الغاشات جينين استبطيفا أكايث مثلا خاطر أكيني غيول باش نلحق هاي غير أخويا يا إما العبد يخالف هذا الأمر الفقهي أدفق قبل ذي كفو مانيس قبل ذي يرتاح يا إما أذي غيول أذي السمسك مانيس وفي كل الأحوال نقلقيث ونغد الملاحظة يجي أسيدنا ذي الجوامع قلنا وسورتو ذي مكة والمدينة خطرتينا الغاشي ويبغى يصرخ ركعة يزرى باللي صلاة في مكة المكرمة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة ماشي شويط صافي ما إلى ذي المسجد النبوي ب1000 صلاة دغل غاشي تنتفق العقل غادي الفقه غادي يفكر ربي كي نزرب الاحاديث نشرح لك داقي الموطا ما إلى يولي فضل كان سكو خامس يسعى النية ديال صلاة الجماعة يسعى الأجر ضم القرآن صافي عادي ما ورتسزل ورخدم لا فيتاس والسفوغ العقلي الغاشي الساويل ادنى وضم بعد الاحاديث وياض رزات ان شاء الله غادي نبدا نشرح باش تبان الصوره واضحه صافي وجب الاستبراء تسديل كامله ولكن سمحتي اما ولا شمال يجوز الاستجمار سواء كان صوزرو سلحشيش صرمل ثورة سبابيجينيك ثورة إلى تاويل ولكن زيك ولاش بابيجينيك ديال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الله يبارك ولكن سمحتي الشرع يفكا يول الأمر شو دينا بالنسبة لثلاوين ذمني خير وقيل معنى الحديث ذمان سوامان تزيز ديمانيس ولا حياء في العلم أرجاز ما يخدم الاستجمار سيزرع نغس صرمل نغس واكل عادي نغس وامان كيف وإن كان الطهارة المائية مقدمة على الطهارة الترابية طهارة سوامان مقدمة على الطهارة الترابية وجي المعنى الإجمالي للحديث رقم 63 الحديث رقم 64 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي وجي نهضر فلاس ماذا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز نشرح لك فيما سبق نهضر فلاس ترجمة ينس الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة هذا ثاني ولد أبي هريرة أبو هريرة من ميموت سنة 57 للهجرة على الصحيح سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح عدد الأحاديث التي رواها الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة كم؟ سجل قد جاوب عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة قريتي دويض 5397
و347 حديث إذ يروى أبو هريرة ولا شو يروى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منسى، وهو من أهل الصفة، من أهل الصفة، ثم بعد ذلك صار أميرا على المدينة كما ذكرنا فيما سبق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أكل رواية من الحديث الموطأ، الحديث رقم 64. المعنى الإجمالي: ميل أقجون ولغ شارب يسوى سي الإناء ذا شو المعنى ذا الإناء؟ الحيلة، القوطي، الطاس، ثقدوح، ثقيث، يروح يسوى يجري يميس داخل شارب. شوفوا تسوى لقي شارب. إذا شرب ما يسوى، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أثي السيرد 7 يبردان، معناه التصنين ثفقيثنين إذا قد السيرد 7 ثكال. وقيد الحديث يدينا يروى الإمام مالك، الحديث رقم 64 في الموطأ. ثورة نذكروا بعض التفاصيل، نفتت يعني معاني هذا الحديث، نكشف كان تفاصيل مهمة. ثم زواروث إلى قدرني الرواة وياض ودنا نرى الحديث إذا شرب، أمشي ديوسا رواية الحديث عند الرواة إذا ولغ يتعرف زرم في تفاصيل مدينة لحس ولغ شرب في كذاكيك. والولوغ عادة للسباع، عادة يذكر للسباع، يوصف به السباع الأسود يزمون، ولكن تجوزا حتى مع الكلب يصح وكما ورد في الحديث. خطر إذا تعرف للدقة مردين شرب يسوى، مدينة لحس المعنيس الحسيت سيتادير مكي قد يستقبل يمشحيث لمشح ولغا مع زي يجري السيس يخدم كيجي ومن يثس. وذا للعلماء اللغة ديالنا ميلا الحاجة ليكيد ولكن ماشي أمامان أمثامنت مثلا استخدم ولغة. طبعا الشمال التفاصيل اللغويه خطر ياخذ الوقت طاس، فقط باش يكون نسوي رساله باللي اللغه تعرفت الساعه الدقه عجيبه من كل اول ذا شو ذا ولا قادين هذا فتحه قوس. ما الا الشهيد وثنت في فرنسا صار رصاص يموت قدام لكني امشي في دوصفه امشي على الدين. الشهيد أضاف ضغط يون ذا رومي نغنتي المجاهدين هرومي محتل شمد يحتل ثمورث يتعدى أمجاهد يحرف في ثمورث نغنت شهيدا وقي يموت وقي يخلط قداما وقي يخلط قداما يسين وقي بنادم وقي إذا من يسفغنت يومس سيذامن وقي يومس سيذامن أم كاثي الدين تعرف زمادين وقي رومي يقي نغات المجاهدين يومس دي ذمن استقبيليت. الشهيد نغات فرنسا يومس دي ذمن ميذي الفصحى مكار الدين. السؤال تفضلوا ولو بالخطأ إذا كان تجتهد. مخضب وما ثين مخضب الشهيد يقولنا نظن إما دين ملطخ يجوز نغادي مضرج
فيها معنى النفور، مضرج، ظهر مين غنت المجاهدين ذعذا استعمر وكذا، مضرج ملطخ يمس. ولكن ذي الشهيدة دي مخضب. الخضاب معناه ذي الحني، سيتادير يغالي ذا من الناس الشباحة، الناس الشباحة. فهم الرسالة ثقي يعني معنى لغوي كان باش كان أنظر. ثورا نكمل. سائر الرواة إذن الحديث ثقي إذا شرب، ولكن سائر الرواة إذا ولغ. إذا ولغ. ابن عبد البر وقي من كبار علماء المالكية، من الكتب الشهيرة كتاب الاستذكار، من كتب ينس كتاب التمهيد، وكذاكي من الكتب المهمة جدا ذي الفقه. ولاش فقيه ذي الدونيث ويستعرف فارس الكتب جينس. بول عالم كبير ذا مقران، علم مقران. ولكن ايش دينا ابن عبد البر انك لفظ شاربة لم يرويه الا الامام مالك فقط، مع انتهى سائر الرواة رووا هذا الحديث بلفظ ولغ، ما عدا الإمام مالك روى الحديث بلفظ شرب. فهم الرسالة. ولكن ابن عبد البر أخطأ، يغلط. صف الدين أخطأ باش نضرب لي أخطأ. جل من لا يخطئ. كي يبغوا إلى العالم لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة أو زلات. يا أخي في كل مرة نذكر ابن عبد البر نشكره، وفعلا ويستحق كل التقدير والاحترام لأنه من كبار علماء الدنيا. ولكن هذا ذكي إنه لم يرد بلفظ شارب إلا عند الإمام مالك في الحديث رقم 64. أما سائر الرواة رووا هذا الحديث بطرق عديدة بلفظ ولغ. ذاكي السني تغلظظ. ابن خزيمة يروى في دولة شاربة وغيره، ماشي غير الإمام مالك. إذن حتى الباقي العلماء مثل ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ودائما الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ابن خزيمة وابن المنذر أرووا الحديث بلفظ شاربة مثل ما رواه الإمام مالك في موطئه. إذا نجي في كذا الملاحظة باش يديني ابن عبد البر يغلط ذي تمثل تاقي هذا مكان وجل من لا يخطئ. ثورة نروح نغلر في خاطر الحديث الناد إذا شرب الكلب وقين فهميه نفتت الحديث تفتيتا. إذا شرب ما يسوى نغي يلغ استقبيت يلغ وقجون في إناء أحدكم. ذاك المفروض ديني من ودي قرار في لذلك في هي من حروف المعاني. شو المعنى اسمه؟ معنى ذي ونس الحرف الحروف يقص عن المعاني. أما كدين ظلبا من حروف المعاني. نشرح في عند حديثنا عن الآيتين الخامسة والسادسة من سورة المائدة. برؤوسكم البانش فمس با البياقي فيها خلاف من حروف المعاني.
إما الباء تفيد الإلصاق أو تفيد التبعيض، لا نعود. من ذاك في هي من حروف المعاني. في إناء أحدكم، في يجي سعى المعنى من هنا، المعنى معناها من يسوى سي الإناء نون يسوى صافي ذاك معناها من. والسعى معنى نظن معنى لأجلي كقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة. كيف تفهم في ذاك معنى من لأجلي تنطف تطف تمشيشت حبسيت القخام ورست ظليقارة باش تتفغ الخلا تعيش سوالي معيشيس ورست كي القوث بعد النبي عليه الصلاة والسلام يخبر غيد إناد تشم النار تشم جهنم على جال إمي تظلم تمشيشت. دخلت امرأة النار في هرة صافي. شو المعنى في ذاكي؟ المعنى لأجلي نعود شحال فردان أي غرات الزيك قارن تجرمث زيك صغارين سيدي خليل صغارين موطا صغارين تجرمث مراكين الفلاني غرا تجرمث الأجرمية المعنى سيسن تعرفت المعنى موري غرا كل شوالة كي صاب دير يسند يهضر وخلاص معناتها. لذلك في الأصول كاين واحد الفصل مهم اسميس القواعد الأصولية اللغوية معنى كشمل دي مسلك دي اللغة. وكذلك الساعة معنى في الساعة معنى ظرفية زمنية ظرفية مكانية. لو كان ديني يقول مثلا صليت في المسجد العتيق في يوم الجمعة. صليت في المسجد العتيق مع ظرفية مكانية معنى الزلط ذي الجامع العتيق. بارك الله فيك. في يوم الجمعة ظرفية زمنية ساعة معنى ظرف مكان مع ظرف زمان. بعض المعاني هناك معاني أخرى صافي إذا قيم ديال الحديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم في هي من حروف المعاني والمعنى هنا هو من. ولكن نكمل الحديث فليغسله 7 مرات يا كذا الحديث مثل في الشمض ساخن في دق جون. طبعا بين قوسين في الحلقة العلمية ماشي في كل ما نقولوا أكرمكم الله عادي، ثم أنهم خلق من خلق الله يعني خلق من خلق الله باش واحد ما يعطيش ملاحظة يعني هذا مع الأمر منتبه إليه وهذا هو الرد. أقول يوني ولا قجون يشمي سخام من بعد واحد ثباقيث يسوى دينا يلغ أما تامنت أما ذو القوث أما الشربة يقران أما الحديث فليغسله 7 مرات 7 تكال. ثورد نغض المالكية بعد نغض الرويات يعني. المالكية قالوا بالتسبيع يعني السر 7 مرات تعبدا من باب التعبد إن 7 5 7 وخلاص. ماشي المعنى يس أنه سؤر الكلب نجس ماشي للتنجس. المالكية قالوا يغسل 7 مرات تعبدا لا لتنجسه. هذه مسألة دقيقة لازم نركز مليح يس أي غير هذا من جهة. ومن جهة أخرى النند بلا تتريب. ما معنى بلا تتريب؟ معناه بلا ما تصرص وكال. صافي الرواية الثابتة عندنا في المالكية
ولاش إحداهن بالتراب. كل زريغ أطاشي ثغرة من الأحاديث الروايات الحديث أن دينا لا الرواية دينا أولاهن بالتراب، يعني أتسرد السبعة في كال ثم زوالو سوا كال. أكال يسعى مواد مطهرة، أكال يزيز ديه، أكال يزيز ديه. صافي ثلاث الرواية عند غيرنا يدينا باللي إحداهن أولاهن بالتراب ثم زوالو سوا كال. ثلاث الرواية يدينا أخراهن بالتراب ثنقالوا سواكال. ثلاث الرواية ديالنا السابعة بالتراب، معنى في السبعة. ثلاث من الرواية ديالنا في الثمانية. صافي المالكية نتحبس تعدد الروايات واختلافها في الترتيب. يثكتني أولاهن، يثكتني أخراهن، يثكتني السابعة. المالكية حكموا على الحديث بالاضطراب. فهمتوا إذن المسألة؟ صافي ذي الحديث ديال الموطأ 7 مرات، ولاش التراب في اللغة نقولوا التتريب. حكم فقهاء المالكية بغسل الإناء 7 مرات تعبدا بلا تتريب، أي غر في كند الحجج. نند لأن الحديث مضطرب، والحديث المضطرب في حكم المطروح، والمطروح ضعيف. هذا رأي المالكية. الجمهور قالوا باللي أتسرد إحداهن بالتراب، هذا رأي الجمهور. 7 مرات وزائد إحداهن بالتراب. ولكن نسعى الإمام القرافي من المالكية قال بالتتريب أيضا. الإمام القرافي وهو من أقطاب المالكية خالف الإمام مالك والسادة المالكية وقال بالتتريب. ونعطيكم هذه المعلومة باش تقولوا عادي. كون الإنسان مالكيا في المذهب في أصوله وفي لا يعني باللي يكون مقيدا. إذا كان هو عنده ثبات الدليل خلاص خالف السادة المالكية عادي. ولكن الغالب المقصدي نسمى إلا نلتزم في الغالب معنى باش يبان الانسجام والتناغم بين المجتمع الواحد. كي تسمعوا يقول لك مرجعيتنا هي المذهب المالكي، نكون مسلمون. مش مسألة الفهم، مسألة الفهم تحتاج فعلا إلى ماشي مسألة بسيطة، ليست بسيطة. الإنسان قد يغرد وبعدين يا خويا تفضل سورة نقرأ الحاجة كل شيء نشرح. مليون اقتنع بأن الغسلاقي يكون للتنجس سؤر الكلاب، خلاص انت حر. والاخر يقول لك لا، سؤر الكلاب ليس نجسا طاهر. صافي معناتها تحط كفريل اكيد مشحوق الجون، معناتها قندوري تروح استعوض ادي الشيخ الجامع باش يظل يسنى ادي سوق الجون سيلسيس هذه يسلم فلاس. صافي دينا جماعه سمحوا لي كان درنا 4 ساعه روح هذا السيد قندوري. عندنا المالكيه لا سؤر الكلاب طاهر، وهي ساعه اديله تسمي اديله مازال فيها كلش. سؤر الكلاب طاهر. صافي ما يتنسير تعبدا وبلاك جوناكي بلاك شما يبيد دي ميكروب وكذا الى اخره. ثقي مساله ديك شمدا بيولوجي لا ميديسين ديك شمدا شغلاكي هذه يريد. والسلام عليكم. هذا ما كان وتروزوا الاناء الني وريلي صحيح. اذن روايه الامام مسلم مثلا في صحيح مسلم من الاولى هنا بالتراب، وهي روايه معتمده عند كثير من الفقهاء. اولى هنا بالتراب تنزل سوايا. ونغدا موقف الامام القرافي كما استمعتم. الان اداوي غشو دينا سيدي خليل
سيدي خليل في مختصره الفقهي اشو دينا؟ وندب غسل إناء ويراق. ندب من باب الندب، غسل إناء تسرض عند قجون، ويراق الماء كاين إلى داخل ثجاد الشربة يسد شربة وقجون استغليت من باب الندب. أبا شو دينا؟ تعبدا سبعا، تعبدا شوفوا كانوا تعبدا بولوغ كلب مطلقا. معنى قجوناكي اما ذا قجون صياده وين صوربان حذاق وكذا، اما ذا قجوناكي كان بخام حراسان كل، اما ذا قجوني كسن المال كذا ذو مكسا المدينه. ولا تتريب. هذا صفي المختصر الفقهي ذكر موقف الإمام مالك والسادة المالكية معه. ديني ما كنت وأكرر الصياغة الفنية الدقيقة للمختصر الفقهي لسيدي خليل من توفيق الله، وهذا كلام السادة العلماء أصحاب الكعب العالي في العلم، أصحاب الكعب العالي. وطبعا ملي ما عندوش كعب عالي الله غالب. الإنسان خصم ما يجهل، أو الإنسان عدو ما يجهل. بقيت يمشي دينا تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا المدينة ولا تتريب. أبرينات مشكلة إما إلا الإناء أني يسدون قجون يتشاشوين شربا يفغوين يسد وايض ولا نسي إلا غشو إلا يفغ نسي والدوم زواروني تروا أربعة خمسة تيكال صافي ميلا كتفو معنى كتفو سات صافي 28 لا 7 كان يجاوب هذا إناد. ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب دقة، ولا يتعدد معنى 7 كالتعبد وفرات. انتهى الأمر. يلا، وانتهى كلام الشيخ خليل في مختصره. الشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن وأخراهن ولأبي داود عن قتادة السابعة بالطرطية كنا خديد حكم المالكية وكذا وكذا إلى آخره. هذا كله نتجاوزه نروح إلى مسائل أخرى يكفي هذا. الحديث نخدمه بالطور الحديث اللي هو في نجاسة الماء حديث عمر بن الخطاب نزلنا عندما كان تمر السباع نزلت تنبئنا فالماء لا ينزل شيء. عليك نور، الله يفكرك بشهادة. أثن الشيخ حسن اسمه ثاغنس الحديث اللي نشرح فيما سبق اسمي الله عمر بن الخطاب وكذا عمر بن العاص روحا في ركب من بعد عمر بن العاص يولى فاف أمذون الحوض. عمر بن العاص يناس يا صاحب الحوض يناس هل تريد السباع يعني الحوض جينك هل ترى السباع الأسود السنمان القمذونة جينك وما تشفام نغندمي ما يغسلني يا صاحب الحوض أي غردين يا صاحب معنى مالك معنى ينيك ند أمذون إزمار فيك السفافيس بدنتيك غازن أتغزض بعد يفقدوا مذون. أما ذقويلة كما ندني ظن ذقويلة ونسعر فاف في غازن يغال ذا مذون جمع لي سوامان وزرم وقاد يشفان زي كسان سواني زقارم سواني قجان سواني مكساون لا ولا السيسيتم كي تسمامان وقاد يشفان سو كان كريم بلافونتر أيوة هكا مباشرة الله راك نسني زقارن يسني رقازن كيف من بعد ولكن الحديث عمر بن الخطاب ناس لا تخبرنا وتخبرارا مع انتهى الاصل طهارة الماء. وذا قد نوي حديث سيدة عائشة ام المؤمنين الماء طاهر لا ينجسه شيء
حديث القلتين وكذا ويكون شرح جديد. خاطر الفقه جماعة الخير الأحاديث متكاملة وتتكمل ثا. لذلك نؤكد دائما على أهمية الحلقات العلمية شوية شوية. أما الحيضة ما صوت هذه فنو تبريك وزمان بعد ما كاين ثلاث فنو هكذا ورمل السيمان ثلاث ديال الحيض ديال وخام محال ديال وخام ما إلا خاماكي وبيطون نحواج الوقت وخاماكي المخ نحواج الوقت أكثر تكفي هذه الإشارة. يلا سنة المالكية عندنا غير الرسل صافي الجمهور ناند لعاب الكلب نجس صافي على حساب جمهور الفقهاء أقجو المقرب درغور معناها قندور نكسيت. لذلك المحققون من العلماء أذكرن رأي المالكية أفضل وأولى بالاعتبار فكان الأدلة العلماء المحققون. أولا فيه حرج والحرج مرفوع شرعا. ثانيا صوح دين فقي أسلم لك فلاكي مولان ومن مقجوني عجبتي الحديث روح دور غوري نعم الشيخ عبد الرحمن صاصا بعد سيدة سمحتي قجونا كدوان استاوي لاخويا خدمة المشاكل استاوي يفرح قجون نورمال. لو كان يهميش ديك مشكلة هذا يفرح ماذا بك تفرح. يلا حاجة أخرى أدو الفقهاء المالكية كانت أدلة نظام سلتاسم. الدليل الأول ناند حديث البخاري سلمتاكو الرجل أرقز لم يعفى ربي شو يخدم سقى كلبا يون برقاز إلى ذي الصفر يفوذ مليح قريب يموت سيفاد يوفى الفير كان مشطوح يدمد يسوى الحمد لله يسوى أبري ولا يولق الجول يفقد ديال سيس مسكين يفوذ إلا ساكني يتمحن غير يتمحن يدم دامان ديال الخفينس ديك صباضيس باش كنفهمه يدم دامان يفكايست يسوق الجولني المية روا يمي يخدم هكا ربي يسمحاس ذنوبيس يمي يفكا امان يقجون يسوى انا عاميه. لذلك هذه الصدقه الجاريه وقاعد تغيزين الفيور وقاعد تغيزين التنظيم ما كاتيك الغاشيه التجار غادي يسوفغ امان ريف نتحانو تيس الغاشيه السن وكذا مما قاعد يزيد زودي الجزائر سواليت الله يبارك لهم قاعد يخدم امان. وجعلنا من الماء كل شيء حي سوره الانبياء الايه 30. يلا السؤال مطروح حديث البخاري هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الإنسان غسل خفه لو كان نجسا لا أمر بغسله لو كان وزديرا وقجون صافي المعنيس إلى قريك من الحديث أكيني أن بعد يسارد أصباغيس السرد باسكو فيه نجاسة هذا لم يرد. وقد الدليل الأول بين الفقهاء المالكية إنك هذا دليل وعدم ورود ذلك دليل على طهارة لعاب الكلب دليل مزور. دليل والسين حديث ابن عمر مروي في كثير من السنن والصحاح إنه كانت الكلاب تدخل المسجد النبوي وتخرج تفانك شملي قجان ماشي ثورة المسجد النبوي ثورة ثبورة وكذا في الوقت وما أمرنا بتطهير مواضع التي دخل إليها التي تنجست بالكلاب يقجان تسواني الشمن. هذا حديث في الصحاح عن ابن عمر. إذن هذا دليل على أن لعاب الكلب طاهر وقف فقهاء المالكية. فكان الدليل وايض اتصل الأدلة دليل وايض إن حاجة ما تمس
سير ديت اون فوا دو فوا تروا فوا اي غرست. لماذا اسمح؟ لو كان يعني لعاب الكلب ني نجس سير ديت لما تطمئن باللي زدي وخلاص. ممكن مره واحده تكفي، وسورتو في رسول جاب لانك مره واحده تكفي، نغ مرات نغ ثلاثه اي غير 7. لذلك هم قالوا المالكيه تعبدا. باش نفهموا ايضا ان اختلاف العلماء دائما يكون لحكمه. نعم شيخ. بارك الله فيك. دليل اخر ها قجون ما يسقط سياده. هل امرنا باش نسيرف؟ لا امرنا. صافي ان في راي المالكيه اقوى. لذلك يا جماعه الخير حذاري تنبيه ما يليون سي شبابنا سي مقرانا نلقزنا ثلاوين هذه غير الحديث كاين عندي غير الدليل. حذاري هذا خطا، هذا تضليل باسم الدين باسم النص المقدس. لكن كغير الحديث يا ولدي الساويل ثغرتي من الحديث الى حديث وياه ثغرة شو دان العلماء ديك السنه العلماء حيث نستاكلوا كي شغل نسن وكي شغل نسن. اذا الساويل لذلك كل ما يحصل الان 99% مثواغي يقدرون يرين سلما السبب ذي الجهله. هذا ما كان ماشي العلم. كل غشي للعلم عادي. هذا دليل نذيك تفضل السيادة نيش كتسير لقد صعد له جابها استوى ديغري ساجن استوى سيرين خاطي. ولكن هناك أدلة يعني فقط للزمن وفي غيرها طولة، ولكن طاس حديث نظام طاس أدلة نظام دينان السادة المالكية. الحديث رقم 65 نكتفي بهذا. ثورة بعد يون القناعينس وفي حاجة أخرى أيضا من الوسواس. الزرع ميون ما إلا ما يشميت الوسواس الزرع ماشي سيطر. الوسواس يزمر يقيم ذي الوضوء ساعة أكن السرد مشاكلني مفهوم. طبعا ما ذي الوسواس الوضوء يزمر ذي الصلاة يزمر ذي الصيام يزمر ذي الحج يزمر ذي الغاز اتفضيون ديك 5 مرات هذيك هذه الطص هذه روح الغاز تيغلق يغلقيتها ابر روح هذه تصاوه ويغلق قال مليح هذه يغال تيغلق ثبوت من برا تيغلق 10 كان ولا ما يغاف ولا شيء هذه السوال مقلتي والد كان الغاز اللي ما يغلق ما يغلق ناوه وتغلق مرات تسومث الى اخره. والوسواس مدمر. لذلك في حجة أخرى ذكرها الفقهاء المالكية إنه تعبدا والسلام. ويبقى من بعد ثورة ما يقتنع بالدليل واحد آخر الله يبارك هو حر ما كاين حتى مشكل عادي. مثلا في الإمام القرافي وكي تسمعوا الإمام القرافي معنا تفكروا واحد كتاب من أهم كتبه كتاب اسمه الفروق. أي واحد بغى يكون يقرأ الفقه لازم يقرأ كتاب الفروق. لازم كتاب الفروق للإمام القرافي خالف السادة المالكية وهو من أقطاب المالكية وقال بالتتريب مخالف في ذلك السادة المالكية عادي ما كاين حتى مشكل. في الحديث رقم 65 وحدثني عن مالك أنه بلغه ولات ذي موطى الإمام مالك لات أحاديث مرسلة لانت ما يسمى بالبلاغات. وقد أشرنا إلى هذا أيضا في حلقة من حلقاتنا السابقة. ولكن هذا البلاغ نعود مرة أخرى إلى ابن عبد البر هو بلاغ أوصله يجوز في اللغة في سناث ابن عبد البر في التمهيد. إذن بلاغ خطر ذاكين وحدثني عن مالك أنه بلغه معناه هو بلاغ أوصله ابن عبد البر في كتابه التمهيد المذكور موصولا بالرواية وسيلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إذن هذا الحديث
روي موصولا عند غيره. من أوصله؟ الإمام الفقيه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. ونغد باللي الخطأ لا ينقص من قدر الرجال. السلام دي مقدمة حلقة اليوم. عندك الدنيغ ابن عبد البر أخطأ، يغلط، ولكن من ندي يغلط ماشي معناه يبقى دائما قطب وكعب عالي في العلم. أوصله. طبعا تلاقي موضوع وصل الأحاديث المرسلة والبلاغات ممكن نخصص له حلقة كاملة، أي غير باش نبينوا ديجا هذه المصطلحات وكذا وكذا، ولكن لا نطيل في هذا الموضوع. المهم هذا البلاغ اللي ورد في رقم 65 ورد موصولا، وقد أوصله الإمام الفقيه ابن عبد البر في كتابه التمهيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خطر ذاك مدينة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صافي وراه صحابي وراه مباشرة، ذاك معناه هو بلغ، وسيأتي البيان المفصل في الوقت المناسب إن شاء الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا، الحديث يناد استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثورا نفتت الحديث كلمة كلمة. الحديث إذا كان يناد استقيموا، استقيم، ده شو معنى استقيم؟ معناه لا تميلوا، لا تنحرفوا، التزموا الوسط، التزموا المنهج. وكي يكون معناه عايشين فلاني يقرز يعوي جارة السيريس هكا مستقيمة. الاستقامة ونحن نتحدث عنها نتذكر واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنات شيبتني هود وأخواتها. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، شكفي صورة هود أو كذي استماس. من مدين الحديث هكي يميث يستقصى أبو بكر الصديق، ينيس يا رسول الله، ينيس أرى الشيب مسرعا إلى رأسك شعرك، يعني ولا الشيف يصدمد يتسزل ساقر سشبوبي لأنه قلت ثمسة قزر عند العلماء زارنا شو المعنيس تفضيل المزي شاب وهذا مقري الشبارة. أبو بكر الصديق يسقسان في صلى الله عليه وسلم ذا شو سينا أن شيبتني هود وأخواتها، ولكن لا يثلايا أتسندي صورة هود ولا تدينين فاستقم، ماشي واستقم، فاستقم كما أمرت، كمل، ومن تاب معك. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة، وأمر كل مؤمن بالاستقامة. دليل ومن تاب معك. الرسول صلى الله عليه وسلم الآية يجي شكفيث أو الصورة عموما وخاصة هذه الآية فاستقم كما أمرت. على بالكم وجه مستوى عالي جدا، رب السقر استقم، فاستقم كما أمرت، ولا تتحقق الاستقامة إلا بتجنب المنهيات والإتيان بالمأمورات ليس بالأمر الهين باش الإنسان يصل إلى هذا المستوى. النبي عليه الصلاة والسلام من شيبتني هود وأخواتها. ابن عباس إن شو دينا ليس في القرآن أشد وأشق على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. وجي ابن عباس ولاش الآية يعني يكلف النبي صلى الله عليه وسلم تكلفة مقارنة مثاك. يقول كان الصحابة كانوا يتعايشون مع القرآن، ليس في القرآن آية أشد وأشق على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فاستقم كما أمرت. استقيم. من بعد حقا كذا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولن تحصوا
شو المعنى ولن تحصوا؟ لن تحصوا 9 معاني. ولن تحصوا المعنى غمزوارو لن تطيقوا تحقيق المستوى السامق للاستقامة. ورزمر مارا أتقرز ميمان وتسقمين والمليح النيفو عليا المستوى العالي. فهم من المعنى؟ بسم الله. ولن تحصوا يسعى المعنى مزور ذوا، أي لا يمكن أن تحققوا حق الاستقامة. ربي سبحانه يناغد في أمر التقوى. أشو غادي ربي التقوى؟ سميتي الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة العمران الآية 102. ربي ناسين في صاص فاستقم كما أمرت. سورة هود الآية 112. ذاك ربي الناد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة العمران الآية 112. رحمة بالأمة المرحومة ربي اتقوا الله ما استطعتم. سورة التغابن الآية 16. الحمد لله لحسن حظ ساعة الزهريمية يا ربي ند اتقوا الله ما استطعتم. معنى لا ندو نيفو الى النيفو امشطوح الى النيفو علينا صافي. ماذا بك النيفو لنا يتسالي يتسادر. زار كما مثلا ديال رمضان لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرصة تاع رمضان كشمل الانسان التقوى هذه فورتيفي التقوى ستسالي. بعد رمضان الدعوة ضعف كثيرة مع قيام الليل ماشي يكون نخدم قيام الليل ان شاء الله قريبه قرا ديال رجب قريبه ديال فوق ديال الشعبان بعد مرحبا ان شاء الله. نسال الله ان يبلغنا رمضان. تسوي الله يبارك الجوامع تشوران ما شاء الله القيام تراويح يرقازن تلاوين منظم وقر يهلك الصحة تقوى يزاد. وطبعا زيادة زاد يقينا الغالب على المسلمين ما شاء الله دمكتيني مغفان يقليلان في موضان لاندو نيفو علي النيفو. اتقوا الله ما استطعتم مع ربي النادي اتقوا الله الايدين سمزور اتقوا الله حق تقاته رحمة بنا اتقوا الله ما استطعتم. يلا ثرى المعنى الأول ولن تحصوا. المعنى الأول ذوى لن تطيقوا أن تحققوا حق الاستقامة. فهميت؟ الله يبارك. إلى المعنى والسين ذا شوث المعنى والسين معناه لن تحصوا ثواب الاستقامة. ورث الزمير مارا أتزرم ذا شو يسوى لاجر للاستقامة نغل قيمة الاستقامة. يكون زميرة على بالكون زميرة مهما كان الإنسان ما يقدرش يحصي قيمة ثواب الاستقامة ولا لا جرز لا مقارن لا ربي يزرع الانسان كي يكون مستقيم يمكن نقر في كل ركعه يهدينا الصراط المستقيم. حاجه كبيره. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اشكون الذين انعم الله عليهم؟ من هم؟ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك. عند ندرس الآية سورة النساء الآية 69. صافي الاستقامة لم يغدر الحديث نقول كان لن تحصوا ولن تحصوا. إما يلي المستقيم على بالك يسعوا أجر بقى عليين هذه اللي مع الذين أنعم الله عليهم. لذلك ربنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن المعنى الثاني هو هذا. وصل إليكم؟ الله يبارك. المعنى الثالث ولن تحصوا ثمرات الاستقامة
في حياتكم الفردية الأسرية الاجتماعية الاقتصادية الإعلامية وغيرها. خطر الإنسان إلى مستقيم ظنش في الله مستقيم معنى مستقيم أجرد مستقيم الذي قال على السلامة مرحبا يتقدر يتضوع يقار مليح يتزلى ويتكوبيار هذه ليزيكزاما تجيك الاستقامة ما استقامة هذه قرزيمان يحافظ على الصلوات سميت سمغور إما إلا التاجر مستقيم ويتساكر هذه الميزان ويتساكر هذه السلعة هذه الصرف ويزنزل السلعة يبيريمين الاستقامة ذي الإعلام والسيد ديفارا وسيقار فنينة ذي دينارا الاستقامة ذي الجوامع وتسيرت محقرانيث سيدار الباطل نسينا قدرنا إنما المؤمنون إخوة إلى آخره كل يوم كان يسكن القدر استقامة في التفكير استقامة في الأقوال استقامة في التصرفات استقامة في جميع المجالات ذيني من دين الحديث ولن تحصوا صافي النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أوتي جوامع الكلم مثل فضوال ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلب ماشي كنشوف لا ممكن نستشهد بهذه النصوص في مجالس معينة بسرعة ذلك ما يقتضيه المقام داين يقلق راهي دين هذا دائما الحلقة العلمية مهمة ربما بهذه الطريقة ديال درس المسجد الدرس الوعظ والإرشاد ما نقدرش لا أنا ولا غيري بالك عموم الغاشي والساند عيان ديكوتين وكيف غادا نروح وكذا حوايج التفاصيل كاس كان لي كروند لينيه لو سونس جلوبال المعنى الإجمالي وكمل أضروح لنا ولكن خطي ذاكي لا حديث واحد ما يلقى نقيم الساعة ونحررها ونسعى النية غنحفظ ولا ما نموت الأجر ثابت يعني مع ربي ما كاينش مشكل يولي في الخامس ولا مدير حق صلاة الجماعة أني غاوند الفضلين الأحاديث هي ناطقة بالفهم الذي ذكرناه. إذن هذه بعض معاني ولن تحصوا ولكن مازال الحديث يكمل إنات واعملوا صافي أمرنا بالاستقامة ويدي استقيموا ولن تحصوا من بعد يغاند واعملوا شو معنى يصير يسرق واعملوا خدمت أولا القرآن يأمرنا بالعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أتصل الأحاديث يفيغ يوصف الخدمة العمل إن الله يحب العبد المحترف إلى آخر حديث كثيرة في سورة الكهف ربي ندفى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلى آخره مع انتهى الأحاديث توليهت والخدمة العمل وكذلك هناك معنى آخر معنى اعملوا على ترقية مستوى استقامتكم معناه أكنث قرزت قرز مانيك أكثر وطبعا ثقي ترافقنا طول العمر إذا ما تفضيونا لما يوصل 70-80 يفقاسي الدنيا يفقاسي كلش وكذا هذه قرزي مانيس تيكون تفضيونا ملمي يبص 70-80 كذا مالا ذلك مصي هذه الزازايتي ليسا اسمي الله جان 30 كان نورمال شبعان يروى اسمي يبص 70-80 سنة يكون يقال 3 ماشي سياسية ظلمتي ليسا تغيير معالم ثقي سنة سيأتي بيانها الأحاديث تسلمي العجب وقال تبدل ثليسا معالم يقلنا سنتي بدل مشكلة كبيرة لذلك ثمغر اسمها قريب هذا يروح بنادم ولا بالك يتوكل خيون جان اي يتوكل اما الى مقر ديان قريب مازال سيون لاري ديال زعما هكا سي الجزائر لاري تسلسوني ونيون اما لا داير نغمي يونس سي الجزائر ثاني ودار رجال مخالفه عليه
زاسي ولا يقدر يزيوزو صافي كل داين. الفضيل بن عياض مقردي والناس شحال عمرك؟ ناس 60 سنه والسيدة راه الله يبارك مش ناس قربت تصوضوا مشيت قربت تصوض قريبة تصوض تفضيوني الساعة 65 سنة وتزال راه مي نورمال يردي مغور شوط الميتوري تصوض 65 ايوا ولكن جوا 80 85 هذه الظل عادي. وعملوا من بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم وخير أعمالكم الصلاة وخير أعمالكم الصلاة. ولكن دقي فيه توضيح مهم. شو المعنى يس؟ أولا الصلاة متى فرضت؟ في ليلة الإسراء والمعراج. واش من السنة؟ سنة قبل الهجرة، سنة قبل الهجرة. ويقدر بهم الوضوء يفرض يهدى ربي سبحانه قبل تظل الشوط كان يرسل جبريل وحكاية حكيناها أعتقد فيما سبق إما ذي سيدي خليل لماذا قيد الموطأ. وخير أعمالكم الصلاة. إذن شو المعنى يس؟ أيغر ديننا خير أعمالكم الصلاة أيغر ذيك ستصل الحكم. الحكمة ثمزواروث ذي الظليث أولا ذيك قراءة القرآن. يا أخي الصلاة في قراءة القرآن صافي وقي الخيرية. أين تكمن هذه الخيرية؟ في عدة أمور. الأمر الأول في الصلاة تلاوة القرآن، والقرآن كلام الله صافي وقي ذي نقطة ثمزواروث. في الثلاث في الصلاة تكبير لله الله أكبر. هي خير تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. معناه الله ماشي كبير، الله أكبر فيه تكبير. في الصلاة تسبيح سبحان ربي العظيم الركوع، في السجود سبحان ربي الأعلى. أي غير تظل في نقطة ثيس 4 ثيس 5 أطاسي قلان إلى ذيك الركوع إلى ذيك السجود ثيس 6 ثيس 7. ومن المريلي في ندم يقرب سيدي ربي ذي السجود أقرب الحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لذلك أمرنا بالاجتهاد في الدعاء صفي ذيك السجود. وما زال النظام أن الصلاة ذيك الدعاء يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. إلى الأمر نظام أنه تظل اجتمع فيها كل شيء. اجتمع فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج. قاع في الصلاة موجودين. الصلاة راك في الصلاة، التوحيد راك توحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حتى في التحيات إلى آخره. الصيام أنك تصوم عن الكلام وعن المفترات وعن الطيبات مما نواقض الصلاة ما يلون يظلث بالسنة ماشي سيني فوذا في كي شوط بومان نا الشيخ يوصل الطراوح كي يحبس يقرا 20 آية وبعدين يشرب شويه الماء وبعدين يكمل. لا يشرب الماء بعد ما يسلم. صافي صايمين وقت الصلاة صايمين. والزكاة زكاة العمر وين راه يمثل ذيكنا قبل العشاء ما تخافوش ان شاء الله ما يموتوش. لا يحاسب لا يؤخذ عصا العشاء يموت قبل العشاء. راكم سلم حكايات اشي الفلاني مات وهو ساجد ونصادق يتيزيزيون مات وهو ساجد زرانت لا سيعرف ربي. الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه سنخت مليح دم داكلي يعني قرب غرس مليح. اش في السير الله الشيخ السيري ماضي مثلا ايه ساجد يموت ساجد الله يموت ساجد مات ساجدا. يطول شويه السجود دغا يسد يون الميس السمات كان ضايغلي إنا سيما داين يقبل أصدر ربي. إذا عامي من يسوى الغرد عاش أكثر بين عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة يقفل يتنتكن سوا أين عاش النبي صلى الله عليه وسلم يعاش بكر الصديق يعاش الشيخ كشك الله يرحمه رجل صالح مليح. إذن خير ربي صافي. إذن يون ميلا يفكاس ربي تغزل العمر المي ذي العشاء ذي صلى العشاء يفكاس ربي تغزل صافي قران زكي
ماشي كانوا مسكين زالي والو لا شيء. للصولد زيرو ركعه للصولد. لو كان يروح البنك هذه خدمه كان الصولد سيني ولاش ساعه 5 دينار هذه فقع سورتو ما اذا ما دكش من الصوم ثم مقارنه بعد ولاش. اي واش واحد زناره ما الى الصولد الزالي ولاش الصولد الحسنه في الصولد مشكله. نسال الله الهدايه للجميع. والحج هذه نظير الحج ماشي اقرا غير الزالي. انا عامر السياسي العتيقه لما ذا الكعبه شحال الكيلومتر؟ ابيبري 6000 كيلومتر ابيبري 6000 كيلومتر. ولكن كوني ما معنى الحج؟ معناه نتجه الوجهه القصد الحج حج معنى قصد صافي نكوني سياقي نحج الى بيت الله معناه نتجه نقصد الكعبه المشرفه المسجد الحرام القبله استقبال القبله. وهذه القبله مقدسه كما شرحنا البارحه في سيدي خليل. يقول ما يروح بيت الراحه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها. ما في الخلا ما يروح هذا تيراما تسان غيروح هذا يستنجي ولا قرر يدير القبله خطير. كدوس الحديث شرقوا او غربوا. ودغا قلنا المهندسين المصروف وكذا اعطيهم الصحه ديال لي زابارتمون هذا يخدم الفيسي دون مانيير وترى القبله ثقيل الفقه ثقيل الفهمه وذي الحذاقه الله يبارك. اذا تصليت اذا دوا خير اعمالكم الصلاه مثل حاجه نظام مهمه. الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى عن الفحشاء والمنكر. صوب دير مليون يتزلى فصليت يسعني فروينس هذا يغال المنكر هذه بعد ماشي الملائكه هذه غلط هذه الشر 100 يغال ثم ربي يعفو يغفر يولي يشغل يوخر سريعا. تنهى عن الفحشاء والمنكر. الى وين نظن ذا انه تصليت تعلمنا العيش الجماعي تعايش باش المستقبل ماشي بدي يحضر روح نزل نتخثيري نزل غدا نغدا المؤمنين عادي ماشي ما فهم غير سلام غير يسينا راه الزال حظل غير يزده لي الجنه الله لي الجنه ودي الزال استقيموا خلاص. خليك افهم هذه قبول الاخر. الى وين نظن ان الصلاه معراج المؤمن الروح تروح. الى وين نظن ان الصلاه تنبهك الى العبادات الاجتماعيه. شو معنى العبادات الاجتماعيه؟ العبادات المتعديه النفع. فالصلاه النيه اكثر يونتي اكثر له باش تخدم ذا الخير تساوي ذيك الليلا يوجيلا زور ذي موضان صلة الأرحام يرفع الأذى. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
وخير أعمالكم الصلاة. أي غير كي نفقنا كل الفضل ولا غوند الفضل كان قالوا أو ما قبل الأخير أنه صازريت أغسل باش نخدم العبادة الاجتماعية، خاطر ممكن يون السجناض هذه فهمت صازريت كان داير فقط ما يدير والو، ولي يخدم ولي يتغاولي الوالدينيس ولي يخدم تجارة ولي يخدم تفلاح والو كيني تظليت زين في دينان وخير أعمالكم الصلاة. خطير. وخير أعمالكم الصلاة فظل تجد انت ذلك السيوضن باش اتخذ كل شغل وياه. ابن عباس كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يوليون معتكف يصلى يصام الرياس الذكر التسبيح القرآن وكذا يوليون دين السلم يحزن الناس ما بك يا أخ الإسلام شكيوان الناس سير ثلوفة سير الهموم الناس يلا ويفغي نسلمي بضار ثبورث عتبة المسجد وين اسمك ثادي ابن عباس نسيت ما أنت فيه يا ابن عباس قالك دقسد بكتي قالك معتكف إنس ما نسيت والله ما نسيت ما أنا فيه والصغار ولكنني سمعت صاحب هذا القبر إلى آخر الحديث ذكرناه فيما سبق. وكاين أيضا سبب آخر إن ديك النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. صفنا قيسي من يا جماعة الخير أي غير دينا ولاقي وخير أعمالكم الصلاة. يوم القيامة الشغل مزور فانت وحاسب ذوا لو بريمي موديول ذوا إزمر يوم دينا طفل جدرمين باراج السين وثائق السيارة سنيفك ليفري دو فامي سنيفك ليكسي ديسونس فيش فاميليال باسبور هنا أويد وثائق السيارة تفهم الله شو ثنت فهمي ذي الإشارة خاطر يودي الغزبات كاين يوم القيامة نسلك راسي السيد ربي زديولي حمل غير وجيلا تساول غير بغضان فنور الجوامع حمل غير الخير تخص يسي والظليث أكد رمضان أكد العشور أكد قانين خاطئ. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله إلى آخر الحديث. حديث طويل نظرا لأهميته رواه الإمام أحمد رقم الحديث 9490 مفصلا يعني بطوله وكذلك الإمام الترمذي والإمام الحاكم والإمام الماجوي كروانتيد ولكن أرشدتكم فقط إلى مسند الإمام أحمد ذكره بتفصيله رقم الحديث 9490. إلا لغوائض الحديث حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها يعني في ظليث كانت له نورا استلذ النور وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده مطول المزيد كمل رقم الحديث 6576 نهاية الحديث أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن اختمت هكا وقي نهاية الحديث بس إن شاء الله ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طبعا أحاديث وآثار فضل الوضوء شرحناها بالتفصيل في عند بياننا للأحاديث 59 60 61 62 أربعة الأحاديث النين في كذا بالتفاصيل يدرسني عداد فتكفي الإشارة أو تكفي هذه الإحالة. لا تقبل صلاة بغير طهور حديث رواه الإمام مسلم رقم الحديث 224. المقصود بهذا الجزء الأخير من الحديث استحباب إدامة الوضوء أو استحباب تجديد الوضوء يلها أمذان هذه اللي دائما يصل الوضوء ما يزمر لأنه قادم يفكر ربي تزمرث أديغ الوضوء سي الصباح سي الفجر هذه الظل سي العصر نغ المغرب لا ولا الوياض كي نسي الفجر ما العشاء عادي ولا الوياض ما إلا يسهرنا كذا سي الوضوء العشاء هذه الظل سي الفجر وقاذا كي ساعة تزمرث الحمد ربي تشكرهم وسوتو خام ربي وقاذا يعني ساعة كي تزمرث كي تحوجين مليح
يدير الوضوء يتساقوا دار ويسعى اوكان بروبليم. هذا يخدم الطواف، هذا يخدم السعي بين الصفا والمروه، يطرد مسكين وايض، هذا يخدم 3 الاشواط تصي يخسر الوضوء وقد يغير الوضوء. لكن باش كان نسال الله العفو والعافيه، ملي واستزمرتي يجدد الوضوء، يحافظ على الوضوء المستديم، وهذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.